السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحتكم ومسيتكم بنور النبي، ومرحبا بكم على قناتي اللي هي قناتكم مطبخ الإلهام. وصفتي لي اليوم في إطار تحضيرات سيدنا رمضان واحد البريوات بواحد المذاق مختلف وبطريقة مختلفة، ولكن صدقوني كيجيو بنانين ولذاذين يحمقوا عليهم وليداتكم. إن شاء الله غتجربوهم وسجلوهم كذلك عند سيدنا رمضان. نبداو إن شاء الله بمفتاح الأعمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبداو إن شاء الله بطريقة التحضير في نفس الوقت بالمقادير إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. نبدا ان شاء الله بالصدر اللي عندي انايا طبعا منقي ومغسول ومستقطر مزيان من الماء حتى استقطر مزيان، وقطعته شرائح على هذا الشكل هذا رقيقه وبشكل طولي. كنخليه جانبا. غندير له التتبيله اللي هي على الشكل التالي، اللي هي مزيانه. هاد التتبيله صدقوني كتجي بنينه. عندي فيها الملحه على حسب الذوق، عندي واحد معلقه عامره ديال سكينجبير اللي هي هادي، وعندي طبعا واحد نص معلقه ديال او ربع معلقه ديال الابزار، ما كنكثرش منه. وعندي هنايا الثومه بودر والبصله بودر، بجوج بهم بودر كيعطي واحد المذاق بنين. بالنسبه اللي ما عندوش ثومه بودر ممكن يستعمل فص ديال الثومه. هنا هي البصله بودر. وكنزيد واحد المعلقه ديال لقامه الشاورما. وعندي هنايا لا موطارد، واحد المعلقه كبيره د لا موطارد اللي كنضيفها. ومن بعد كنضيف كذلك هنايا واحد الياغورت مسوس، كيعطيه واحد المذاق وفي نفس الوقت كيهشو. هنايا ممكن تضيفوا في هذه المرحله معلقه ديال الخل ومعلقه كبيره ديال الصوجه. انا ما ضفتهاش حتى تبلتها وباتت لي ليله كامله في الثلاجه. طبعا كنخلط الكل وعاد كندير انا من بعد عاد ضفت هاد الباقي ديال المقادير اللي هي الصوجه، معلقه كبيره د الصوجه ومعلقه ديال سميتو ديال الخل اولا الحامض اللي بغيتو. هنا كنخلي حتى قد ليا. عاد ضفت انايا هاد معلقه كبيره ديال لاصوص الصوجه، انا عندي هنايا ثقيله، ومعلقه ديال الخل. ممكن ندير عصره ديال الحامض، غير معلقه صغيره باش هذه كتزيد تهش ليا داك الدجاج ديالي. هنا كنخلط الكل ومن بعد كندوز باش نطيبهم. اللي طبعا عندي في واحد المقله الزيت سخونه، كنضيف عليه هذاك الدجاج وكتكون النار مرتفعه باش ما يطلقليش الدجاج ديالي الماء. نحاول ندير النار عاليه باش انها ما يطلقش الدجاج ويفقد ليا داك الماء وكتجي ناشفه. هانتوما شفتوا مني انا نشفت ليا داك وطابت ليا داك الدجاج. كندير واحد الحفيره في الوسط، وكناخذ واحد الزلافه اللي انا درت فيها البابي الومنيوم ودرت فيها واحد الطريف ديال الفحم، وكنخوي عليه الزيت الزيتون وكنشد عليه. هاد الطريقه هذه كتعطيه ديال الطريقه ديال الشوا، كانكم كتاكلوا الشوا تماما وكتجي بنينه. كنخليها جانبا حتى كتبرد وكتشرب ليا داك الدجاج داك الريحه ديال الفخر. من بعد كندير هاد الخلطه هذه ونضيفها عليها، اللي هي عندي 200 غرام الجبن وواحد 100 غرام ديال المايونيز، ما يعادل 2 معالق د المايونيز. وعندي هنايا كذلك جبن كريمي، اي نوع جبن كريمي اللي عندكم، ومعلقه لقامه ديال الشاورما. وعندي هنايا نقولوا واحد 2 معالق كبار ديال الكورنيشون اللي انا مطحون عندي. كنخلط الكل جيدا حتى كيندمجوا هاد العناصر مزيان، اللي هي 2 معالق ديال المايونيز، ونقول واحد 200 غرام حتى نقولوا داك 4 المعالق ديال الجبن كريمي، وواحد 2 معالق ديال الكورنيشون اللي هو مطحون، وواحد شويه ديال اللقامه ديال الشاورما اللي كنضيفها لداك لاصوص. باش دابا مني بردت ليا داك الفحم وما بقاش كيطلق داك الريحه، واحد الريحه كتطلع منه يا سلام. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه، صدقوني راه كتجي يا سلام. من بعد دابا كنضيف ليه هذاك لاصوص اللي انا درت، اللي هي عباره عن الجبن والمايونيز والكورنيشون ولقامه الشاورما. كنزيد نعزز داك المذاق ديال الشاورما مع داك الريحه ديال الفحم. تقولوا لا شويتوه تماما على الفحم. دابا انا هنا ضفت شويه الفخوماج محكوك، اللي عنده اللي ما عندوش ممكن يستعملوه كيف ما هو هكا بدون اجبان. انا كيعجبني الصراحه داك التعليكه ما في البريوات كيحمقني داك التعليكه ديال الاجبان. هنا دابا كناخذ الورقه اللي انا قطعتها على 6 سنتيم ونص، وكندير انا كنستفهم هكا على هذا الشكل على الرخامه، وكنبدا نلوي في مره واحده. كل ما كانت عندكم بوطاجي كبير كل ما احسن. كتلوي على خاطر كتحطي بزاف وكتلوي في مره واحده. هنايا كنلصق بالبيض اولا بالدقيق والماء، ما كاين حتى شي اشكال. هنا انا غنلصقهم بالبيض، وهنا من الافضل تخليوهم شويه يتشمعوا بحال اللي كتنشف داك الورقه كتولي شاده الفورمه ديالها.
داك البريوات ديالي، وما كيعذبونيش حتى ملي كندوز لهم البيض ولا شابلور او البيض والكنافه، كيجيو ساهلين. انا الصراحه خليتهم حتى تشمعوا، ها نتوما كتشوفوا. من بعد كندوزهم في البيض وفي الكنافه. انا اختاريت ندير الكنافه، نتوما على حسب الرغبه ديالكم. عندكم لا شابلور استعملوا لا شابلور، عندكم الخبز يابس ديروا كذلك الخبز يابس، ما كاين حتى شي اشكال، نسهلوها على كاين اللي كيبغي يحتفظ بهم هكا يقليهم هكا، ممكن تقليهم هكا ولا تدخليهم الفران. غير حيت غنقليهم انا ما غنشاركش معكم القلي. من الافضل تكون واحد حمام زيت، ويكون النار فوق من المتوسط باش ما كيطرطقوناش. طبعا البريوت عندنا كل شيء طايب، فقط ياخذ داك اللون الذهبي، وكنقدوهم بالصحه والراحه. كيجيو لذاذين، واحد المذاق ديال داك الشوا مع المذاق ديال اللي قامت الشاورما، مع كانكم طبعا طيبتوهم على الفخر. صدقوني كتجي هاد الطريقه اكثر من رائعه. كنقليهم وكنقدمهم بالطريقه اللي نتوما كتحبوها. طبعا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم باش تعمل الفائده. واللي مازال ما اشتركش هذا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ودعموني باللايكات ديالكم وتعليقاتكم الزوينه اللي كتوصلني. شكرا، سواء في الخاص سواء في اليوتيوب سواء في الانستغرام. كنشكركم بزاف بزاف وشكرا لكم، ودمتم لي اوفياء. وان شاء الله عما قريب غتكون فيديو سلسله ديال المملحات اللي هي جديده، ما غتلقاوهاش حتى في شي بلاصه، ولكن بطرق رائعه ان شاء الله. كونوا في الموعد ان شاء الله. نتلاقاو غنديروا مجموعه ديال المملحات كما قلت لكم قبل من سيدنا رمضان. ودمتم لي اوفياء، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.